يا احمد. بتفرج يا عم. يا عم ما يصحش، الناس تقول ايه بتفتش في حاجتهم. ليه؟ سيب بس الحاجه دي بس. اسمع بس، ده في فيردي والنقشبندي وطه الفاشني. يا عم سيب كل حاجه مكانها. ايه ده؟ بص جامد قوي قوي قوي. ايه رايك في البيانو ده؟ في شويه خشب حلوين. شويه خشب حلوين؟ ايه رايك فيه يا جدع؟ بقول لك رايك فيه. رايك في ايه؟ انا بالنسبه لي الطبله احسن منه. طبعا، بس بص الصوت ده. جرى لك ايه يا احمد؟ من امتى انا بفهم في بيانو ولا في بانيو ولا الكلام ده؟ لا انا غيرك بقى يا حاج. انا نزلت واخترت احلى واغلى بيانو واشتريته. اشتريت ايه؟ بيانو يا حاج. وهتحطه فين يا حبيب ابوك؟ في المصمت؟ لا اهو حطيته هنا اهو. هو ده؟ بمناسبة ايه؟ بمناسبة امل. امل؟ ده انت مالي ايدك منها بقى. مع ان كان بينا مصانع الحداد يا فتحي. وبعدين؟ ولا قبلين. لقيتها مختلفة عن كل الناس. مختلفة عن سميحة وصباح؟ بس يا جدع انت، الله صباح ايه؟ امل ما تعرفش ان في صباح، تعرف ان في سميحة، ما تجيبش سيرة صباح. والله العظيم يا احمد اللي يفتح دماغك تلاقي فيها النسوان مع الشيشة. انا مش فاهم بتلاقي وقت للشغل امتى؟ الكلام ده مش صحيح. أستاذ أحمد، بالنسبة لموضوع أمل طلب حضرتك مرفوض. عملت كده ليه؟ استني بس، خفت مني ولا خفتي عليا؟ خفت منك طبعا. كان لازم اشوفك يا عم. يا سلام، وانت علشان تشوفني تعمل فيا كده وتعرض نفسك للموت؟ طيب شفت الورقة دي؟ قررت أنا أحمد توفيق وأنا بكامل قواي العقلية أن ألقي بنفسي أمام السيارة خلاصا من حياتي والتي لا أريد أن أكملها بدون أمل، ولهذا قررت الانتحار. أحمد توفيق. ليه؟ عشان بحبك يا أمل. يا سلام، هو اللي يحب حد يعمل فيه كده؟ كان نفسي أقول لك إن في عندي فرصة مش هتلاقيها عند حد غيري. ودي فرصة إيه دي بقى؟ تصوري يا أمل واحد عنده استعداد ينهي حياته تحت عجل عربيتك عشان بيحبك. فكري كده، لو اديتوله فرصة تعيشوا مع بعض ممكن يعمل لك ايه ويحقق لك ايه. بس اللي انت عملته ده يخوف، ده تصرف واحد ما عندوش اي نوع من انواع العقل. اتصرفت بكل العقل، كل الاصول. رحت لجدك عشان اطلبك منه ورفض. انا ما بسألكيش رفضني. كمان مش عايز اقول لك ان اللي عمله ده ممكن يكون هبط عزيمتي تجاهك. لا انسي، ده زادني اصرارا على اصرار. طب وانا مطلوب مني ايه دلوقتي؟ مطلوب انك تسمعي كلامي لو ممكن. قبل كده كان ممكن، وبعد كده مستحيل اسمع كلام واحد مجنون زيك. وبعدين بقى يا أمل، الجنون على فكرة بيبقى أحيانا هو الوسيلة الوحيدة عشان توصلي للي قدامك، خصوصا لو كنت جربتي معاه العقل. وبعدين المغامرة ما هي نوع من أنواع الجنون، وأنا مؤمن جدا بنظرية يفوز باللذات كل مغامر. ما تخلينا أسوق أنا بقى. لا طبعا يا بنت خلينا أسوق، حد أبوك خلينا أسوق. لا أيوة كده يا شيخة حاجة. ممكن اعرف احنا رايحين فين؟ ازاي بقى؟ الله اقول لك ازاي احنا رايحين فين. كده مش هيبقى فيه دهشه، واذا ما كانش فيه دهشه مش هيبقى فيه مفاجاه، واذا ما بقاش فيه مفاجاه اجيبك منين يا بهجه؟ طبعا مش فاهمه اي حاجه، بس حاساك بتحاول تكسب وقت. في الحقيقه دي كمان يعني ملاحظه تستحق التقدير. ليه ايه؟ ذكائك. طيب بما اننا بنحاول نكسب وقت بقى، ايه رايك في المراه الذكيه؟ ما احبهاش. لا بس مش معنى كده اني ما بحبكيش طبعا. بس معنى كده ان انا ذكيه. ايوه طبعا، بس ده اعتراف مني بانك ذكيه وجميله، لان المراه الجميله في الحقيقه بس يعني بتكتفي بجمالها، اعجاب الناس بيها بقى فبتكسل انها تعرف الاخرين، انما انت في الحقيقه بتجمع ما بين الاثنين، وده استثناء عن القاعده. انا متهيألي ان احنا كده وصلنا. مش فاهم، ده خوف ولا ندم؟ الاثنين يا الاتنين تيجي ازاي يعني؟ خايفه قوي يجي يوم انت من انا عملت كده. الله، هو انا مش سالتك يا ستي وقلتي لي انك تمام وخدت قرار؟ ما اسمهاش سالتك، اسمها استفزيتك. استفزيتك ولا سالتك؟ المهم انك قلت لي انك خدت قرار وانك مسؤوله عن قرارك وقده. انا طبعا متحمله مسؤوليه قراري وقده كمان، بس انا مش عارفه اقول ايه لجدي. جدك صحيح، بمناسبه جدك وكان رافضني ليه؟ عشان انت متجوز
وعندك بنت. طب قولي لي انت، لو كنت قابلتك قبل ما اقابل مراتي كنت برضه حبيتك واتجوزتك؟ المفروض انا اللي اسالك السؤال ده. اه، الاجابه اه، كنت حبيتك واتجوزتك، وكنت هتبقي الزوجه الاولى والاخيره كمان. اه والله. بل اصل انا بقى في الحقيقه يعني مؤمن قوي بمساله النصيب دي، ومؤمن كمان بان مهما قابلنا في الدنيا لازم نغلبها، ما نخليهاش تغلبنا. حكي بعد. ايوه كده يا شيخ. احمد احنا اتكلمنا في الموضوع ده 100 مره قبل كده، وانت عارف كويس قوي ان انا عمري ما هتحجب. هو ده مش حجاب اصله، دي طرحه وهتحطيها على شعرك يا امل. على فكره انا من حقي غير عليكي، من حقي ما حدش يشوف شعرك غيري. لا دي مش غيره، وانت عارف كده كويس، وبعدين انا مش سميحه. والله العظيم غيره. وماله؟ الغيره كويسه، بتغير يعني بتحبني، لكن لما تبطل تغير يبقى زيها. طيب بطلي السجاير بس عشان بتخنقني. الدخان اللي بيخنقك ولا كلامي اللي بيخنقك؟ الحقيقه لا ده ولا ده. اللي بيخنقني واللي مزعلني قوي انك مش عايزه تعملي اي حاجه عشان خاطري. يا احمد انا عملت كل حاجه علشان خاطرك، اتجوزتك من غير فرح وضد رغبه جدي ومعظم الناس اللي اعرفهم، ووافقت كمان ان جوازنا يبقى شبه في السر. برافو عليكي. تمي بقى جميلك وبطلي دخان عشانك مش عشاني. مش هبطل سجاير ومش هلبس طرح، وكفايه قوي ان انت خليتني ما اشربش سيجاره بره البيت. شوف مين اللي على التليفون. مش هشوف مين عندي، انا ما حدش بيتصل بيا هنا. الو. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ثانيه واحده. مين؟ محمد اخوك. ما هو مش جنان برضه. قلت طرحه لا قلت حاضر، قلت سجاير قلت ماشي، انما هتيجي تقولي لي خلفه لا اقول لك لا و60,000 لا. انا ده حتى ربنا يغضب علينا يا امل. يا احمد اهدى وبلاش تنفعني يا سيدي، انا مش رافضه المبدا، لكن مشكلتي كلها في التوقيت، ما فيهاش حاجه ابدا ان احنا ناجل سنه ولا 2. وهو العمر فيه كام سنه ولا 2؟ بص بقى احنا ربنا خلقنا علشان نعمر الارض ونعبده، وانت بقى باين عليكي كده مش ناويه تعمري الارض يا امل. طب اهدى دلوقتي والبس هدومك ويلا نلحق الاتيليه قبل الامسيه ما تبدا. الامسيه؟ برضه بتكلميني في الامسيه؟ شعر ايه اللي هسمعه والواحد بيغلي كده؟ لما تسمع شعر هتهدى، وبعد كده شوف لنا مكان لطيف نتعشى فيه سوا. يا سلام يا سلام. ليه عشاء؟ هتجيني منين نفسي بعد الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ الله يرحم ايام ما كنت بتطب عليا في الاتيليه كل شويه وتعمل لي في مفاجآت وترمي نفسك قدام عربيتي وتتحايل عليا ان احنا نقعد نتعشى مع بعض. انت جرالك ايه بس يا احمد؟ جرالي يا امل انت لما تكوني مش عايزه تخلفي مني ده معناه انك بتقضي على مستقبلنا مع بعض. وده معناه ايه بقى الكلام ده؟ معناه انك ما بتحبينيش زي ما انا بحب. ده الباسبور اللي انت حطيته في الدولاب ده؟ الباسبور بتاعي. ممكن اسال ليه؟ ان شاء الله نويت اسافر الحج السنه دي. ربنا يتقبل. وهتسافر تحج لوحدك؟ ليه لوحدي ليه؟ هبقى انا وفتحي وامي وابويا ان شاء الله ومحمد. بس؟ ايه بس؟ دماغك راحت لفين؟ لا ابدا، مجرد سؤال. ده غير ان انا حاساك مش مبسوط. مش مبسوط. يا ترى السبب ليه دعوه بيا ولا بعيد عني ومش عاوزني اعرفه؟ تفتكري ده مهم ولا المهم اني مش مبسوط؟ تستغرب لو انا قلت لك ان انا كمان مش مبسوطه؟ سبحان الله. ليه؟ اقول لك بصراحه؟ هي وصلت لاقول لك بصراحه؟ حسيتك اتجوزتني علشان انت متراهن عليا. مع مين؟ مع نفسك. عليا. وايه بقى اللي وصلك الاحساس ده؟ انت مش شايف انت بتعاملني ازاي؟ ازاي؟ يا احمد بقى بطل طريقتك المستفزه دي معايا بقى. وكمان بقيت مستفز يا امل؟ ولو استفزازك ده زاد عن كده يبقى يا ريت ننسى ان احنا عرفنا بعض من اصله. اصله ده يا حاجه؟ انت يا ست هانم، انت مراتي مش واحده لسه هتعرف عليها. والظاهر انها كانت غلطه كبيره قوي لما فكرت اتجوزك. شو برضه اللي هيكلمني اتجوزك؟ انا اللي اتجوزتك مش انت اللي جوزتيني. هي دي مشكلتك، انت مش شايف غير نفسك وبس. كل اللي حواليك دول ورق كوتشينه، تقلبهم تلعب بيهم زي ما تحب، انما تحسهم لا. هقول ايه؟ هتجيبه منين؟ ما هو فاقد الشيء لا يعطيه. شكرا يا امل على التهزيء المحترم المتربي ده. انا اسفه يا احمد، بس انت عارف ان انا صريحه وما بعرفش اخبي. على فكره انا عاوزه اروح اقعد عند جده شويه.
لحد ما ارجع طبعا. يعني هقعد معاه شويه، بس مش عارفه انا هرجع امتى. اتفضل يا فندم. يا امل بس بعد اذن حضرتك. يا امل. ايوه. لا استوري نفسك لو سمحت، استوري نفسك. معلش لا مؤاخذة على فجأة كده. ايوه اتفضل اتفضل سعادتك، شوفوا وفتشوا زي ما انتوا عايزين. ايه يا احمد فهمني، انت عملت ايه؟ ما عملتش حاجة يا امل، دي عملية احترازية بس عشان يتأكدوا ان انا ماليش علاقة باغتيال السادات. اغتيال السادات؟ رغم عليها. ده والنبي الله يكرمك مش وقته خالص. ممكن بعد اذن حضرتك اروح اجيب لها شوية مية؟ مش هينفع تغيب عن عيني ثانية واحدة، سيبها قاعدة هنا وتعالى معايا على المطبخ. انا مشيني من هنا، مشيني من هنا، مش قادرة. انا حاسة اني هرجع. ترجعي؟ وهتكوني حامل. أمل يا أمل. أمل أمل. فص ملح وداب، لا لاقيها لا هي ولا جدها. لا حول ولا قوه الا بالله. ما تعرفش اي حد من قرايبها؟ اي حد من معارفها؟ اي حد نعرف هي راحت في انهي داهيه؟ ما اعرفش حد خالص غير جدها. ما هتلاقي جدها ده خدها وسافر بره مصر، ما هم خايفين على نفسهم اكيد. تلاقيهم كمان فاكرينك انت اللي قتلت السادات. صحيح يا اولاد، الناس بقت تترعش من الموضوع ده، تترعش رعش كده، محدش عارف البلد راح على انهي حته. المشكله انها حامل، يعني فضلت طول الوقت اللي فات ده مش عايزه تحمل، ولما تحمل تبعد عني وما اعرفش هي فين. الغايب حجته معايا يا احمد، وان شاء الله تعطر فيهم. خايف يا حاج ما اعطرش فيهم، وخايف اكتر تكون حامل فؤاد. يعني الواد اللي بتمناه من الدنيا طول عمري يوم ما يجي ما يجيليش انا. الله 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 يا ابو حميد، ما تصلي على النبي امال. الله، انت خلاص يعني عرفت انه واد وعرفت انه مش جاي لك؟ ده انت طول عمرك متفائل يا راجل، ايه التشاؤم ده؟ يا فرحتي بيكم انتوا الاتنين، متفائل ومتشائم. هنقعد نتكلم في الحزن ده طول النهار؟ يا جدع انت، انا مش قايل لك ان شاء الله ربنا هيعطرك فيهم؟ خلاص خلينا نتكلم بقى في الشغل. صلى على النبي وعليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام يا حاج. موضوع البيع الارض الامجد ده انا مش موافق عليه. ليه بس يا حاج؟ ايه المشكله؟ الله، ده الراجل قال لك هشيل الارض بمشاكلها ونطلع في الاخر كسبانين كمان. وبعدين على فكره يا حاج انا كلمته في كل حاجه والراجل ما قالش لا، وبعدين ده مستعد يكايش دلوقتي. اهو على البركه. يبقى بشرط واحد. اتفضل يا حاج. الفلوس اللي هناخدها منه نشتري الارض اللي انا قلت عليها. اوه بقى، ايه اللي هيودينا الكيلو 26 يا حاج؟ الكيلو 26 ده يا عبيط هي ارض المستقبل. هنعمل اكبر مدينه سكنيه، هنعمل مزرعه فراخ على اكبر مستوى في مصر. افهمني، ده 1000 فدان. 1000 فدان يا احمد، 1000 فدان. ايوه يا حاج. هو بس محمد قصده يعني انها بعيده شويه. بعيده؟ يا اخويا عقبال ما تروح بالعربيه وترفع سماعه التليفون تكلم كل واحده من نسوانك هتكون وصلت بالسلام.